السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ وانا 15 مرجع في البرمجة، يمكن اكثر المراجع اللي انا هكلمها عموما، سواء كنترول سواء الكترونيات سواء زي ما احنا هنشوف باذن الله. لكن في سؤال سألته: ليه مفيش مراجع عربية بقوة المراجع قوية جدا زي الزيرو، انس عبد اللطيف، عبد الله عيد؟ الناس ديت يوتيوب وفيديوهات حلوة وشروحات حلوة، ليه ما عربية أغلبها مترجم؟ يعني هما الأمثلة والشرح طبقا للمرجع العربي كامل، يكون الشرح والمثال الكاتب. ليه ما عندناش القدرات؟ ناس يعني يمكن أكتر إجابة لقيتها مشاركة. لا، نظرا إن الماتلاب لغة جديدة فأنا متابع الفيديوهات الأجنبي. النهاردة عن إن شاء الله في الواقع 16 مرجع. في حاجة عايز اوضحها: كل الكتب ما بقتش بي دي اف بس، في كتب بي ار، في كتب اي بي يو بي. عايزين تحملوا الكتب ديت، انا عارف ان انا بصور على اليونكس، قم على الموقع دوت بي دي اف لايت. حاجة في الموقع دوت ان في الابلكيشن دوت انه بيشتغل على، لو انت نزلت السايلنت جوه 15 ميجا وكسر. البرنامج دوت مثل ان هو بيفتح بي دي اف اي بي يو بي الصيغ الجديدة بخلاف. فالبرنامج دوت انا برشح لك على الاقل بيفتح برشح. لكن لو انت اليونكس فانا هشرح لك برنامج اي بوك ريدر. انا هشرح لك الابلكيشن دوت برضو بيقرا الصيغ. قبل كل شيء انا في عن البرمجة الرياضية، احنا بنتكلم على البرمجة مع الكتاب الرائع ideas to start and acquire financial freedom. اعتقد ان هو من الحجم الصغير، يعني من الموجود هنا بسيط من الكتاب، لكن على اي حال تبدأ تعمل مشروع على النت. الجزء فيه منه هيقول لك برمجة، فانصحكم بالكتاب دوت ازاي تنقل شغلك من الواقع الى الانترنت. تاني نبدأ بقى على بركة الله، وخصوصا في رسائل الماجستير. Advanced Mathematics انصحكم بكتاب and application using MATLAB بتوع ميكانيكا، خصوصا الابوليشن بيتكلم على الحكاية سواء أنظمة كاوس سواء الفاست فورورد، الحاجات الميكانيكية من وجهة نظر ميكانيكية، وبيعلى واحدة واحدة لحد ما يدخل في الحاجات الرياضية والكون، الحاجات الخاصة بالميكانيكا. نتعلم ازاي فكرة تكوين الموقع اول، ثم شرح كيف نستفيد من تلك الاساسيات. اغلب المبرمجين العرب اللي اتكلموا عن الاساسيات عملوا كتب عن الاساسيات، ازاي نستفيد من تلك الاساسيات في شغل في عمل كذا عن المواقع الالكترونية. اول حاجة نشرح ازاي نعمل موقع. 2 التصميم متحددة على حسب اللغة اللي انت هتتعاملوا معاها. طرق الدعاية، ازاي هنشد الشركات، يعني ده لو لكن برضه بالمقابل ينفع يكون موقع باللغة العربية، ده يبقى حاجة. يقولوا ان احنا مش عارف ان احنا عايزين ما تذكريش احمد رأفت ابو الرجال، ببدأ السلمة من البداية. كلنا عايزين فلوس، مين اللي مش عاوز؟ لكن قبل المسلم اول السلم اسمه شهرة، اسم حوار ان انت عملت موقع، انت عملت براند واحدة. انا عارف ان المواقع ديت هتكون مواقع ارتونو ببساطة، اتعلم الارتونو في 10 ايام دولية، ما تكريش على طول. اعمل موقعك بعدها هعرضه في المدونة بتاعتي، هعرضه على بعض انا عارف ان هي بداية بسيطة، ان انت اهو ثبت وجود. ما تنسوش اهم حاجة البريفيس. بقى المواقع تاني، لان كل الناس اللي بيحبوا السيركت اناليسيس على السكند اوردر سيركت، سواء اللي هي ال سي والار سي والريسونانس.
احلى حاجه في الكتاب دوت ان هو بس اكتر من ماتلاب، فهو شغله كله كهربي. انصحكم جماعه قسم كهرباء باور انصحكم بالكتاب دوت. او هندسه واتصالات رول. مرحبا. وانا عايز اقول كلمه. ميزه الماتلاب عموما، ميزه الماتلاب سي ان الماتلاب بكل ثانيه نقول لها اسرار تكتب كود. المايكرو سي انت بتكتب كود، بعد كده بتحط الهاردوير صح اخرج في الاردوينو تقدر تشوف الكود صح، تشوف هو عمله صح ولا لا. ريح مخك. عايز تحرق قبل ما تحرق وتشوف وتعدل بدماغ وتعدل وضعيتات. فعن نفسي كلاسيكال فيدباك كنترول بيشرح نظريات الفيدباك، بيشرحها وبيربطها ازاي بالماتلاب. للناس اللي بيحبوا البراتيكال كنترول نتكلم على الخوارزميات الكنترول والتحكم وازاي نعمل لها والقواعد الاساسيه. عايز خلصات انصحك بكتاب براتيكال. اذا كنت انت من بتوع اتصالات الديجيتال سيركت اناليسيس الديجيتال عموما انصحك بالديجيتال سيركت والسيميوليت موديلنج. زي ما قلت اذا عرفت تعمل كل ما في الامر هتنزل باكج من على الماتلاب والكود والحاجات اللي انت هتعمل بيها وتشتغل تحرقها على طول في الارض. فهي ده افضل طريقه ان انت تشتغل في الالكترونيات او لكل الناس اللي وقع منها الالكترونيكس. عشان كده جبت لكم كتابين. اول ساكت دوت بيتكلم مش بيتكلم عن ماتلاب الالكترونيات. الكاس دوت مكون شانشان دايود جرافيكال اناليسيس وازاي بنستفيد منه في الدايره. الكترونكس اند سيركت اناليسيس ده بيشرح من الماتلاب ونعمل اكواد ماتلاب بسيطه الالكترونيك. شوف انت عاوز ايه دوت. محادث بيشرح الالكترونيك دوت بيشرح الالكترونيات مجددا من احدى الكتب CHM Flight in C and C++. هي سيل او ثابتة الكنترول نظام الاردوينو ده يعتبر امبيدد باي المايكرو سي تك. بيشرح انظمة الكنترول دي بلانت كلاسيكال بول بواسطة لغة السي او الماتلاب برنامج الماتلاب. اناليسيس انتراكتيف ميثودز اند بروجرامر دوت رياضة عددية ولكن بالتطبيقات الهندسية. كتاب رائع الدكتوراه اللي احيانا محتاسين. اعتقد ان تايهين في الكتاب تايهين في الماتلاب تايهين الى كود. انجينير اند ساينتست المبدأ دوت بيشرح واساسيات الماتلاب من الناحية الهندسية يربط الماتلاب يعني دوت اساسيات. تتعلم ماتلاب جديد انصحك بالكتاب دوت وازاي نطوعه في العمل المبسطة للمبتدئين. عشاق السيمي الكتاب دوت بيتكلم عن البلوكات الاكثر شائعة، البلوكات الديسكريت وبلوكات السيجنال ارتبيليشن اللوجيك اللوك اب دوت يعتبر مرجعك على البلوك. نتكلم على خاصية كل بلوك. الاحصاء انيشيتيف احصاء واسواق المال النظام العشوائية والقيم العشوائية وازاي الكتاب دوت ازاي تدرس هي الرياضة. الذين يكرهون الODE والBDE معادلات التفاضلية معادلات التفاضلية من الجزئية في قاعدة لغات سي بلس بلس فورتران جافا مابل. مفيد للطلبة نقول ان هم الطلبة بتوع هندسة رياضية. المراجع الذين كتبهم عربي باور سيستم اناليسيس باور سيستم والمعادلات الحاجات اللي احنا خدناها في طبعا مع تطور اكبر طبعا وفي الاخر بيتكلم في حل مشاكل الباور سيستم. اللي بيقراوا الODE نرجع لهم تاني والBDE الكتاب دوت اي نعم
انه الكود بتاعها موجود كامله، يعني رب الكتاب دوت اكواد كامله. طريقه التعامل مع المراجع باستثناء ان انت المفروض ما تحملش كل المراجع فقط. طريقه التعامل معها ان المراجع فايدتها، انت مش مطالب ان انت تحفظ مرجع، لكن انت فايدتها مساعدة. اما يكون في مساله حلها انت بايدك كده، شوف لو لقيت حاول وقاوح في ان انت تحلها وتجيب الناتج اخطاء، قارن الكود بتاعك بصممه، بس ما تقارنش اكواد بقدر ما تقارنش اكواد، احنا بنقارن افكار. اشتغل، شوف فكرتك، شوف فكره الكاتب ممكن يفيدك، ودي حاجه حلوه. البرمجه مش زي الرياضه 5000 وطريقه واحده بس اللي صح، لا البرمجه اسهل وكل الطرق صح، لكن الاوبتيمم اللي بتحقق مع اقل نسبه خطا. في نسبه الخطا، في ناس بتفضل نسبه الخطا على السرعه. الكود اللي بيتم هو ده الكود الاحمد الصح بالنسبه لنا. طبعا لايك شير كومنت سبسكرايب. طبعا مستني مع بعض. انا عارف انها مش تاني مش واقع، انا عارف ان هي بتاخد وقت طويل، بس بقدر الامكان تكون مراجع من ايديهم مش مترجمه، امثله انتوا الحل. انا عارف ان هي حاجه لا. ناس هيقولوا لك يا عمي ماشي اهلا وسهلا، عندك احمد يعقوب دول اتعرض برضه على فكره، تقول دي صعبه دي مستحيله، لا دي سهله بس حاول. انا عارف ان انت مش من اول مره هوب دي صعبه، لكن على الاقل اديت فلوس، لكن هديت لنفسك شهره مطلوب. قناتي موجوده ان هي تشهر المراجع الجديده العربي الجداد، يا رب الاقي مراجع عربيه قويه. ده انا عارف ان هي متونة صغيره، لكن باذن الله باذن الله هيكون. شكرا ليكم.